بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكوارع. قبل ما ابدا الفيديو اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه، وربنا يوفق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بصي يا ستي، انا جبت الميه اهي دي وحطيت فيها ورقه غار وعصرتين ليمون، لو عندك خل حطي ماشي. هنغلي بقى الميه دي ونيجي مع بعض. دلوقتي هنحط بقى الكوارع ماشي. طلعتها بقى من الميه اللي انا غليت فيها، ادلق بقى واحط ميه جديده. حطيت الميه بقى، حطيت ميه جديده يعني شوربه جديده. حطيت ورقه غار وحطيت قرفه واحط كمان قوطه وبصل ماشي، واسيب الميه تغلي من تاني ماشي. وبعد كده ايه هنحط الكوارع. دلوقتي بقى بنعمل التقليه ماشي. انا بعملها بتوم ماشي كده. خلاص التوم اتعمل اهي. هنحط بقى الايه القوطه، هنسيبها بقى تتسبك ونيجي مع بعض. دي الميه الشوربه الجديده ماشي. حطيت طبعا الحاجات اللي قلت لكم عليها، القوطه والبصل، وحطيت كمان قشرتين ليمون كده وورقه غار وقرفه. هنحط بقى ايه الكوارع ماشي، ونحط معلقه سكر صغيره وايه ونسيبها تستوي. الرز بتاع الفته ماشي، طبعا هو بيبقى ابيض. هنقلبه بقى ونيجي مع بعض يا جماعه. بصوا ما شاء الله الشوربه عامله ازاي، ما شاء الله. فيا جماعه بصوا ما شاء الله. وادي التسقيه ماشي، وادي سلطه كمان، عملت بطاطس، والالف هنا وشفا.